تفتكر ليه الفضاء بارد كده رغم إن فيه شمس ونجوم حرارتها رهيبة جدا؟ يعني المفروض إن الكون يولع من كتر الحرارة مش يبقى متجمد. بس الغريب إن لو خرجت بره الأرض هتتجمد في ثواني، مع إن الشمس قريبة جدا مننا وبتشع حرارة فظيعة. السؤال ده فعلا محير، بس لما نفهمه هنكتشف قد إيه الكون غريب ومليان مفارقات. لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. خلينا نبدأ بحاجة بسيطة. انت لما بتقف في عز الصيف في الشمس بتحس بحرارة الشمس على جسمك، لكن لما تروح تستخبى تحت شجرة تلاقي الجو بارد نسبيا. الفرق مش إن الشمس بقت أضعف، الفرق إن في ظل الشجرة مفيش أشعة بتوصلك مباشرة. طيب تخيل إنك طلعت فوق الغلاف الجوي، هناك مفيش شجر ولا هوا ولا حاجة تمتص أو تنقل الحرارة، ومع ذلك مش هتحس بحرارة الشمس زي ما بتحسها على الأرض. الموضوع كله في حاجة بسيطة جدا، الفضاء نفسه مش بيوصل الحرارة. إحنا هنا على الأرض بنحس بالحرارة لأن الهوا بينقلها. يعني لما الشمس تسخن الهوا والهوا يسخن جسمك بتحس بالحرارة، لكن في الفضاء مفيش هوا، يعني مفيش جزيئات تنقل الحرارة دي من مكان لمكان. والسبب الرئيسي إن الفضاء بارد بالشكل ده رغم وجود مصادر حرارة ضخمة فيه. الفضاء درجة حرارته حوالي سالب 270 درجة مئوية، يعني قريب جدا من الصفر المطلق اللي هو أبرد درجة حرارة ممكن توصل لها أي مادة في الكون. الصفر المطلق يعني مفيش حركة ذرات تقريبا، يعني كل حاجة سكون تام. والسبب إن الفضاء شبه فارغ، مفيهوش جزيئات كفاية تحتفظ أو تنقل حرارة. طيب إزاي بقى الشمس سخنة كده وحرارتها مش بتسخن الفضاء حواليها؟ الشمس فعلا بتبعث طاقة ضخمة جدا، بس الطاقة دي مش في صورة حرارة، هي في صورة إشعاع، اللي هو موجات ضوئية وموجات تحت الحمراء. الإشعاع ده بيعدي في الفضاء بسهولة جدا لأنه مش محتاج وسط ينقله. بس الإشعاع ده ملوش تأثير حراري غير لما يخبط في حاجة تمتصه. يعني ببساطة لو الإشعاع ده خبط في جسم زي الأرض أو القمر، الجسم ده بيمتص الطاقة وبيسخن. وعلشان كده وش القمر اللي بيواجه الشمس حرارته ممكن توصل ل 120 درجة مئوية، لكن الوش التاني اللي في الظل حرارته بتنزل لأكتر من سالب 170 درجة. تخيل الفرق، والسبب بسيط، مفيش حاجة في النص توزع الحرارة أو تخليها تنتقل بسلاسة. كل منطقة بتعيش في عزلة حرارية تامة تقريبا. وده نفس السبب اللي بيخلي رواد الفضاء محتاجين بدلة مخصوصة جدا تحميهم من التجمد في لحظة أو الاحتراق في الثانية اللي بعدها. لأن في الفضاء أنت يا إما في مواجهة الشمس فهتحترق من شدة الإشعاع، يا إما في ظل فهتتجمد فورا. بس تعالى نفكر في حاجة غريبة شوية. لو الفضاء كله بارد كده يبقى ليه إحنا بنشوفه أسود مش أبيض متجمد مثلا؟ لأن السواد هنا مش لون البرودة، هو غياب الضوء. مفيش حاجة في الفراغ تعكس الضوء فبنشوفه أسود. بس لو بصيت على أي جسم في الفضاء هو اللي بيبين حرارته من اللون اللي بيشعه. النجوم مثلا بتشع ضوء لأنها أجسام سخنة جدا، وده الإشعاع اللي بيهرب منها في كل الاتجاهات. بس كل طاقة النجوم دي بعد ما تسافر ملايين الكيلومترات في الفضاء بتتبدد وتتوزع على مساحة ضخمة جدا، فتوصل ضعيفة جدا. علشان كده الشمس وهي على بعد 150 مليون كيلو متر من الأرض بتوصل لنا كأنها نقطة نور صغيرة في السماء، رغم إن حرارتها في الأصل حوالي 15 مليون درجة. لو كنت أقرب منها شوية الإشعاع ده كان هيحرقك فورا، بس لأنك بعيد جدا فالإشعاع اللي بيوصلك قليل وموزع. ولأن الفضاء فاضي تقريبا، الطاقة دي مفيش حاجة توقفها ولا تمتصها إلا لو خبطت في جسم مادي. وده السبب إن الفضاء حواليك بيفضل متجمد مهما الشمس كانت سخنة. هو مش إن الحرارة مش موجودة، بس مفيش حاجة تحس بيها أو تنقلها. تقدر تقول إن الفضاء زي بحر من الطاقة المشتتة، الإشعاع موجود في كل اتجاه لكن الطاقة ضعيفة جدا في كل نقطة، فمفيش سخونة محسوسة. العلماء بيقولوا إن حتى الأماكن اللي ما فيهاش نجوم أو مجرات فيها إشعاع ضعيف جدا اسمه إشعاع الخلفية الكونية، وده بقايا من الانفجار العظيم.
وحرارته حوالي 2.7 كلفن بس، يعني تقريبا سالب 270 درجة مئوية. ده أبرد مما يمكن. وعشان كده لما نقول الفضاء بارد، إحنا مش بنقصد إن في تكييف ضخم بيبرد الفضاء، إحنا بنقصد إن الفضاء مش قادر يحتفظ بالحرارة. أي جسم سخن في الفضاء هيفقد حرارته بسرعة رهيبة جدا عن طريق الإشعاع. مفيش أي حاجة حواليه ترجعله الحرارة دي، زي ما تكون قاعد في صخرة جليدية فاضية، كل اللي بتفقده بيتبدد ومفيش حاجة بترجع لك خالص. الموضوع كمان ليه تأثير رهيب على استكشاف الفضاء. كل مركبة فضائية لازم يكون فيها نظام تسخين وتبريد في نفس الوقت، لأن الجزء اللي بيواجه الشمس بيسخن جدا، والجزء اللي في الظل بيتجمد. فبيحاولوا يعملوا نظام يوزع الحرارة على الجسم كله علشان يفضل في درجة مستقرة. وبرغم كل ده، الكون نفسه بيبرد مع الوقت. العلماء شايفين إن من وقت الانفجار العظيم الكون كان حرارته رهيبة جدا، بس كل ما يتمدد أكتر بيبرد أكتر. زي بالظبط لما تنفخ بالونة، كل ما تكبر الهواء جواها بيبرد. والنتيجة إننا النهاردة عايشين في كون حرارته تقريبا قربت من الصفر المطلق. بس الغريب إن وسط البرودة دي كلها النجوم بتفضل تشتعل وتصدر حرارة ونور، كأنها جزر صغيرة من النار وسط بحر جليدي لا نهاية له. وده في حد ذاته مشهد مذهل. الحرارة والضوء اللي بنشوفه في السماء مش هو الأصل، ده الاستثناء. الأصل في السكون والبرودة والظلام. تخيل إن كل الطاقة اللي بنعيش بيها هنا على الأرض جاية من مجرد شعاع ضعيف ضل طريقه وسط هذا الجليد الكوني ووصل لكوكبنا. الشعاع ده هو اللي بيدفينا ويخلينا نحيا، ولو اختفى نرجع في لحظات نبقى جزء من برودة الفضاء الأبدي. فالموضوع مش إن الفضاء بارد بالمعنى اللي نعرفه، هو ببساطة مش بينقل الحرارة، وكل الحرارة اللي فيه محبوسة جوه الأجسام اللي بتشتعل زي النجوم. ولو فكرت فيها، ده شيء عجيب جدا. الكون كله ممكن يبقى متجمد، لكن في وسطه ملايين النجوم المتوهجة عاملة زي شرارات صغيرة بتحاول تنور ضلمة لا نهائية. يمكن لما نفكر في البرودة اللي مالية الفضاء نحس إنها مش مجرد برودة مادية، دي كأنها رمز للفراغ اللي بيحصل لما الإنسان يبعد عن مصدر النور اللي بينور حياته. زي ما الكواكب بتعيش في ظلام إلا لما يجيها شعاع من الشمس، إحنا كمان بنعيش في ظلمة لو بعدنا عن النور اللي جوانا. الفضاء بيورينا درس بسيط جدا: مفيش حرارة حقيقية إلا لما يكون في تفاعل، مفيش دفء إلا لما يكون في قرب، ومفيش نور إلا لما حد يختار يطلع من عتمته ويشوف. لو عجبك الموضوع ادعمنا بلايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل الحلقات الجاية من وعي على خفيف، اللي فيها دايما بنحاول نشوف الجانب العميق في أبسط الحاجات اللي حوالينا.